بطاطس كده صغيره مع الطبق المكرونه ده، لو انت جعان تاكلهم تبقى بص خلاص كده جبت اخرك. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد يا جماعه على القناه. النهارده بقى يا جماعه جايبين لكم كده، النهارده اجازه كده، النهارده انا اجازه، فقلت اعمل لكم فيديو حلو كده وفيديو جميل، وانزل اجيب حاجه جديده كده. هي نازله بقالها فتره، بس احنا هنا في المنطقه عندي قعدت ادور عليها كتير ما كانتش بتنزل. قعدت فتره لغايه لما لقيتها. دي مكرونه يا جماعه الضحى اللي هي بصوص الماك اند تشيز. هم منزلين كذا طعم، بس الطعم اللي هو الترند اللي هو رقم واحد في السوق، اللي هو اللي عجب الناس كلها يعني. فانا قلت اما اجربه واقول يعني فعلا المكرونه دي تستحق الضجه اللي معموله لها، وتستحق الريفيوهات اللي بتتعمل من كل اليوتيوبر، وتستحق الحاجات اللي معموله دي والفيديوهات الكتير والناس كلها بتشكر فيها. ندوق كده ونجرب. ده يا جماعه مكرونه الضحى بصوص الماك اند تشيز. ده سعره يا جماعه لما انا كنت جايبه كان سعره ب 33 جنيه. معرفش دلوقتي سعره بقى بكام، ممكن يكون غالي ممكن يكون رخص. انا جايبه من حوالي مثلا اسبوع، يعني من حوالي اسبوع ويعني ايه ونسيت اعمله خالص، نسيت اعمل له فيديو. فقلت النهارده بقى ايه اجيبه كده واعمله معاكم. النهارده اجازه، فقلت اما اجيبه كده واعمله معاكم. ده مكرونه الضحى بصوص الماك اند تشيز. ده الكيس يا جماعه ده سعره 33 جنيه، تمام. والمفروض ان هو كمان مكتوب سعره من ورا اهو، تمام، عشان محدش يقول لكم اسعار تانية. ده سعره 33 جنيه. يلا بينا نجرب يا جماعه المكرونه الضحى. انا عارف ان انا رغايه يا جماعه، معلش اعذروني، لسه بقى جاي جديد على القناه بتاعت اليوتيوب. بقى لي فتره ما بعملش فيديوهات، فغايب عن القناه، فمعلش بقى اعذروني لو كنت بطول عليكم، بس انتوا حبايبي يعني وبتحبوني، وانا عارف ان انتوا بتحبوني. فدي يا جماعه المكرونه بتاعت الضحى ماك اند تشيز. تعالوا طريقه التحضير قبل ما نعملها. طريقه التحضير مكتوبه من ورا، مكتوبه على الكيس من ورا فوق الحته الاورنج دي. طريقه التحضير بقى يا جماعه، نقوم بسلق المكرونه. هنسلق، هنحط ميه على النار تتغلي. بعد كده نقوم بسلق المكرونه 8 دقايق. بعد كده في اناء مناسب نضع 300 مللي او كوب ونصف لبن بارد. ثم نفرغ المحتويات كيس الصوص عليها، ونقوم بالتقليب على النار متوسطة حتى الغليان. نقوم بوضع المكرونة المسلوقة على الصوص، ونقوم بالتقليب لمدة 5 دقايق حتى يتجانس المكرونة والصوص، ثم نقوم بالتقديم. يعني الطريقة سهلة جدا. هنجيب شوية مية يا جماعة ونحطهم على النار لغاية لما يتغلوا، وهنحط المكرونة نسلقها، تمام. وبعد كده نروح جايبين طبق تاني هنغلي فيه اللبن، قصدي هنجيب 300 مللي، طبق فيه 300 مللي مناسب، ونصف لبن، ونصف لبن بارد. ثم نفرغ محتويات الكيس في الصوص، تمام. يعني الصوص بيتعمل لوحده في لبن، والمكرونه بتتسلق في ميه. بعد كده نجيبهم مع بعض ونخلطهم على بعض، ويبقى كده خلصنا يا جماعه الدنيا. هنعمله بقى ونرجع لكم تاني واوريكم بقى شكل الطبق بقى والجمدان. ورجعنا تاني بقى يا اخواتي بعد ما عملناها. على فكره يا جماعه عايز اقول لكم ان الكميه حلوه قوي، مش عارف هتشوفوها ولا لا. اهي مش شايفينها من الدخان طبعا، بس الكميه حلوه. ده شكلها يا جماعه بعد ما اتعملت، شكلها تحفه. والريحه تحس كده، عارف كانك شفت كده كانك بتاكل شيتوس او ويندوز، الجبنه اللي هي بتبقى موجوده في الشيتوس والويندوز دي. ماك اند تشيز يا جماعه بالجبنه، مكرونه الضحى مسيطره وضجه جامده. ندوق كده بقى ونشوف، بس هي سخنه مولعه، بستنى عليها بس سنه كده. بس شكلها بيقول ان هي جامده يا جدعان. والكميه على فكره حلوه قوي، يعني الكيس يبان ان هم شويه صغيرين، بس هو الكميه حلوه. يعني لو انت جعان دي تاكلها مع حتتين بانيه، الدنيا جميله، او مع طاسه بطاطس كده صغيره مع الطبق المكرونه ده. لو انت جعان تاكلهم تبقى بص خلاص كده جبت اخرك. بس هي الكميه حلوه، انا مش عارف اوريكم الكميه والله من الدخان، بس هي الكميه حلوه قوي، كميه كويسه. والجبنه فيها كتير وسايحه كده وحلوه. ندوق كده ونشوف. بسم الله، سخنه مولعه. طبعا انا مش انا اللي عملتها، مراتي اللي عملتها، تسلم ايديها. بس هي خدت الطريقه بالظبط من على الكيس، وانا قلت لكم الطريقه. جميله، لا تستحق، تستحق الضجه، وتستحق الفيديوهات، وتستحق الترند، وتستحق كل حاجه.
جامده قوي يا اخواتي. نصيحه مني ليكوا، جربوها مش هتندموا. مكرونه الضحى بس ماك اند تشيز، النوع ده بس اجمد نوع. انا ما جربتش بقيه الانواع الصراحه، بس كل الناس بتقول اجمد نوع ده، فانا جربت بناء على الناس اللي بتقول ده اجمد نوع. فبصراحه الناس اللي قالت عليها حلوه ناس يعني كتر خيرهم، بصراحه فعلا طعمها حلو. انصحكم بيها يا جماعه، والله العظيم طعمها تحفه، والجبنه طعمها جميل وخفيفه كده وحلوه. اللي بيحب مكرونه بالجبنه يا جدعان هياكلها وهيتبسط قوي. متنسوش يا جماعه اللايك الجميل والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد حسن هاشم بيعمله. هتوحشوني في فيديو جديد. تزوروني بقى في الفيديو الجديد بقى يا جماعه، وفي فيديوهات جديده الفتره اللي جايه، وحسن ايه سخنان كده. حبايبي هتوحشوني والله العظيم.